ويعتبر الحمام الصغير بغرناطة أهم حمام حافظ على الكثير من مقوماته الأصلية، وقد شيد خلال القرن الرابع الهجري بأمر الأمير باديس ابن حبوس السنهاجي من أوقاف المسجد الأعظم. واختير موقع الحمام بالقرب من نهر دارو، وهو ما يضفي اليوم على المكان سحراً وجمالاً. وقد لعبت الترميمات التي قام بها علماء الآثار الإسبان من إبراز العديد من الخصائص الأصلية للحمام الصغير بغرناطة، فبدا أنه ينتمي بحق إلى صنف الحمامات الملكية التي شيدت بأمر الملكي، عكس الحمامات الخاصة التي لم يصمد منها بغرناطة شيء يذكر. وتبدو قاعة الانتظار بشكل بنائها ومضاويها غاية في الجمال، وكانت تعتبر قاعة للاسترخاء أيضاً، تقدم فيها المشروبات المنعشة ومستخلصات النباتات الطبية بعد الاستحمام. ويحتوي الحمام الصغير بغرناطة على غرار حمامات الأندلس على قاعات باردة وقاعة دافئة وقاعة سخنة، أعادت لها الترميمات بريقها الأصلي، فبدت غاية في الروعة والإتقان. فالعقود والأعمدة والمضاوي والجدران تتناسق بينها مفرزة تحفة معمارية من الطراز الرفيع. وقد كشفت الحفريات عن أنبوب من الطين المطبوخ كان يجلب الماء إلى القاعة الباردة، وهو في غاية الإتقان وشاهد على مهارة الصانع الأندلسي. وتروي المصادر أن حمام غرناطة كانت تجري به عمليات التدليك باستعمال الزيوت العطرية والمواد الطبيعية، فأضاف بذلك إلى وظيفته التطهيرية وظائف أخرى مرتبطة بالصحة والعلاج الطبيعي. إننا أمام معلمة تاريخية ومعمارية شاهدة على عظمة عصر أندلسي زاهر مفعم بالقيم والطموح.